السلام عليكم، نهاركم طيب إن شاء الله. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشاهدوا اليوم راح نديروا مع بعضنا لي بني بالمعجون بلا كونفيتور ونمرمدوهم في السكر. هذه الوصفة راهي تقليدية خلاص يعني. بالنسبة للمكونات أنا عندي كاس تاع حليب يكون دافي، كاس تاع ما يكون دافي، 3 ملاعق كبار تاع زيت، بيضة كاملة، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، لافاني، رشة تاع ملح، 3 معالق كبار نتاع سكر، وان باكي تاع لا لوفور شيميك ولا خميرة الحلويات. بالنسبة للكاس اللي استعملته هنا تاع 240 مليلتر، هذا يهز 250 لكن انا نقصت الماء وكيلت تاع 240 قد قد. اول حاجة هنا راح نبداو بالسوائل. انا كنت حطيت الفرينه هي الاولى مع لوزاز دو سيترون ومن بعد وليت نحيتها. انا تقدروا ديروا زاز تاع القارص ثاني، انا استعملته في الفرينه وليت نحيتها. حنبدا بالسوائل هي الاولى. كي تبداو بالسوائل البنات ما معجنتوش راح يجي خفيف معاكم. الوغ هنا درت الحليب ودرت الماء ودرت لهم 3 مغارف كبار تاع سكر. هنا كل ما تضيفوا مكون تحركوا شويه. البيضه تحطوا كل المكونات ما عدا الفرينه، نبداو نضيفوا فيها بشويه ونلموا بشويه ونلموا. هنا في الكميه هذه راح تهز لكم حوالي 700 غرام تاع فرينه، 600 الى 700 غرام تاع فرينه، باسكو لا كونتيتي راهي شويه كبيره تجيكم. فوالا بعد ما ضفنا كل المكونات نزيدو الرشه تاع الملح. بالنسبه للقشور الليمون انا درتهم في الفرينه مع الديبي. نحركو مليح المكونات السائله باش نبداو نضيفو في الفرينه. ونزيدو هنا حتى تضيفوا شويه فرينه باش ديروا خميره الحلويات باش ما يروحش المفعول تاعها. هاد لي بنيه كيما تعرفوا يا البنات مهما كي ديروهم لشتا العشيه ويبقاو لكم الغدوه راح يبقاو جدد. اون ديغي هذاك وين طابو يجيو شغل بريوشي هكا شويه، ما يجيوش كيما لي بنيه الفارغين خلاص، يجيو اون ديغي بريوش وهو مقلي برك. صدير مام تخليوهم لو لوندوما راح تاكلوهم وكانهم هذاك وين قليتوهم. هذه الحاجه المليحه في هذا البني. سينوني درت معاكم من قبل وصفة تاع السفنج رابيد ولا لي بيني رابيد، هذوك يتكلو سور بلاص يعني ما يقعدوش، كي يقعدوا راح يبسوا وراح يقعدوا شويه يتعلكوا. باغ كونطخ هذه الوصفه لا لا، هنا ما تعجنوش غير لموا فقط. ضيفوا الفرينه ولموا العجينه تاعكم. هنا ما ديروهاش يابسه وما ديروهاش طريه خلاص، لازم تكون شويه حاكمه روحها باسكو راح تحلوها بالقنوط وتطبعوها، دونك لازم تكون شويه تتحكموا فيها ما تغلبكمش. على الاول كيما راكم تشاهدونا تبدا شويه تتلاصق، عاونوا راحكم بشويه تاع فرينه برك رايحه تتلم. يا ربي دقيقه ولا ما اقل من دقيقه جوست تتلم برك. انا راني ضفت لها شويه برك تاع فرينه، نحيت هذوك الزوائد اللي راهم لصقولي ولميتها هذا مكان. بعد ما تلموها البنات تعاودوا ترجعوها لو ريسيبيون اللي كانت فيه، تغطيوها مليح وتخليوها حتى ندوبلي الفوليوم ولا تخمر مليح مليح. باش يجيكم مليح لازم يطلع هنا كي تكون عجينه اللي تخليوها تطلع مليح مليح، سينو كي تفوتوا تطبعوه خليوه يطلع حوالي 5 حتى 10 دقائق با بلوس. بعد ما دوبل الفوليوم كيما راكم تشاهدوا هنا هاو خمر لي مليح، نجي نهبطو ندير شويه فرينه سور لو بلان دو طرافاي، نحطو ندير شويه نعاون روحي بالفرينه ونحلو. هنا كي تحلوه حلوه شويه خشين، ما ديروش رقيق بزاف باش يجيكم ملحم، فهمتوا؟ باش ما تجيكمش هذيك القشره ويجيكم من تحت ملحم ومن فوق قشره. الوغ ديروا شويه طالع. دوك نعت لكم قدمه. فوالا هذاك قشور الليمون راح يزيدوا له ذوق ما شاء الله يا البنات مليح بزاف في هذه الوصفه. تحلوه عادي.
راكم تشوفوا في العجينه تاعي راهي خفيفه، راهي مازالت حتى تلصق شويه. ديروا الفارينه، ما تكثروش برك لا فارين باش ما يجيكمش تجي يديرلكمش هذيك لاكروت اليابسه. تكثروش بزاف الفارينه، حلوه عادي بصح يجي شويه حاكم روحو. هنا في الوقت هذا تكونوا نتوما حضرتوا بلاطو، درزتوا عليه شويه تاع فارينه، وين راح تحطوا كي ديروا الدوائر تاعكم تحطوهم تاع لي بينيي باش يزيدوا يخمروا للمره الثانيه. هنا البنات اللي حبت دير الكميه اقل، ما عليها غير دير كاس تاع 120 مليلتر، ولا تكيل توزن كاريمون بالمليلتر، دير 120 مليلتر برك نتاع حليب و120 مليلتر تاع ماء. فوالا انا خيرت هذا الكاس اللي نهز به الفارينه، بعد رحت طبعت به. راكم تشوفوا في العرض قد ما همش رقاق خلاص وما همش خشان طول، يجيو شويه فيهم اللحم. فوالا ها هما كيفاه يجيو، تحطوهم تغطيوهم وتخليهم ما يفوتوش 10 دقائق برك، وتحطوا الزيت تاعكم تسخن. انا راني حطيت زيت سخن، نحط شويه تاع عجين برك باش نشوف اذا سخنت لي ولا لا. كيتها مازالت شويه، تكونوا وجدتوا صفايه ولا حاجه كسكاس ولا نيمبورط كوا، ديروا فيه بابي ابسوربون باش كي طيبوا تحطوا مباشره. هنا كونوا منظمين. فوالا بعد ما سخن الزيت تاعي بديت نحط فيهم. هنا اللي تحطوها تكبوا تحطوا فوقها زيت بالملعقه عادي كيما نقليو لي بينيه عادي حتى تتنفخ، باش تزيدوا تضيفوا واحده اخرى وهكا وتعسوهم يتحمروا مليح. النار ما تكونش قويه بزاف، متوسطه الى فابل، يعني تحاول تكون ضعيفه زايده شوي برك، وتبقاو تقلبوا فيهم اشاك فوا طيبوا من الجهه هذه وتزيدوا ديروا من الجهه الاخرى باش يطيب لكم مليح من الداخل ما يقعدوش معجنين. وهكا حتى تكملوا تقليوهم كاملين. شوفوا بعد ما قليتهم كيفاه جاوني محمرين بيان لا ميم فورم، كيما نقولوا جاو ما شاء الله يا البنات. هنا وجدت عندي شويه تاع المعجون تاع درك يا اختي عاد سائل، عاد ما ماهوش معجون. ووجدت شويه تاع سكر اللي راح نمرمد فيه هذاك سفنج ولا البني. هنا نبداو من تحتانيين اللي هما بردوا شويه، تعاونوا رواحكم بالموس تاع المنشار وشوفوا كيفاش راني نفتح فيهم. شوفوا كيف يجيو بغيو شي من داخل هايلين، يعني هذو تحليب ولا ما همش تاع تاكليهم هكاك ملاح بالحليب ولا قهوه تاع العشيه ولا تاع الصباح. هايلين يا البنات، تحشيهم مليح بالمعجون وتمرمدوهم في السكر كما تعرفوا. وهذه هي الوصفه تاعنا، سهله وخفيفه، فرحي بها عائلتك واولادك. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم البنات، نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش ديروا لنا شويه جام وبارتاجيو. نلتقي في وصفه اخرى، سلام.